يا صباح السعادة والجمال. النهاردة يوم المرأة العالمي 8 مارس. قعدت أفكر بما إنه يوم المرأة ندلع نفسنا إزاي نعمل إيه. عموما قولولي في التعليقات ندلع نفسنا إزاي. لو عندكم أفكار نميسة كده ابعتوها لي. ابعد من ان احنا هناكل شوكولاته وكده، صحيح فليذهب الرجيم الى الجحيم، بس اكيد انتوا عندكم افكار انمس من الشوكولاته. ايه بقى موضوع يوم المرأة العالمي ده؟ اليوم ده هو اللي آلاف من السيدات، بمعنى آلاف حرفيا، ضحوا بحياتهم علشان حقوق البنات والستات، من أول الحق في التعليم، من أول المدرسة الابتدائي لحد الحق في إنها تدخل الجامعة، لحد الحق إنها تشتغل، لحد الحق إنها تبقى شريك في القرارات. ما نبقاش قاعدين بما يرضي الله كده، ولا بينا ولا علينا، والقرارات تنزل على نفوخنا. فلا احنا كنا طرف فيها، لكن طول الوقت بندفع ثمنها غالي. كل ده مفيش حاجة جت بالساهل. مش بس الستات، في رجالة كتيرة جدا 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 عملوا تضحيات كبرى، ومنهم قاسم أمين اللي عمل كتاب يعني ما عملش فيه أي حاجة غير إن قال يا إخوانا علموا البنات والستات علشان لما تتحوج تعرف تلاقي شهادة في إيديها تشتغل بيها. يا لهوي على اللي حصل بقى، واتبهدل وتنمر وقلة أدب. عارفين بقى اللي بنشوفه على الفيسبوك والسوشيال ميديا دلوقتي، كان أياميها بقى وبهدلة ليه والأم والأبوه والعيلته واللي خلفوه، لدرجة إن الراجل مات كمدا شابا لمجرد إنه قال القرآن أول كلمة فيه اقرأ. علموا الستات تقرا وتكتب. يا خبر! فتخيلوا بقى احنا بادئين من قعر الزير، من بعيد قوي قوي يعني. وطبعا لازم يعني نحيي ذكرى بقى نبوية موسى، ونحيي ذكريات بتاعت ناس كتيرة جدا زي فاطمة محمد اللي ماتت شهيدة في ثورة 1919 عشان البلد كلها تتحرر، فالعقول تتحرر والمخاخ تنضف. يعني تضحيات كبيرة قوي. المفروض ان النهاردة نفتكرهم ونشكرهم. والحاجة التانية انه ما نجيش بقى احنا اللي جاي لنا حاجات كتيرة قوي، يعني مش بالساهل قوي، بس على الاقل بنستمتع بيها، ها، نضحي احنا ونرجع بعد كده نعيش في دور الضحية بقى. ويعني ايه والمضحية وبتاع بطنيت انا لما تجيلي بقى ستات تقولك ايه، اصل انا اشتريته وبعني. اشتريتيه ازاي؟ قال لي اقعدي في البيت وراح يتجوز عليا، او قال لي مش عارفه اعملي ايه وراح طلع لي. حبيبتي انتي اشتريتيه، بس بمقابل ايه؟ انك بعتي نفسك بالاساس. فما تزعليش انه باعك. يعني الدنيا انه كل حد او كل بنت او كل ست ما تلعبش دور الضحية انها مفعول بيه. صحيح في ظروف سيئة وفي عوامل بتضغط علينا وفي كل حاجة، بس لو حضرتك قلتي لا، انا عندي قرار هاخده، اللي عايزني يحترمني زي ما انا ويحبني زي ما انا وما يفرضش عليا اراء تانية. انما احنا بيبقى عاجبنا الحاجات في الاول. عشان كده ده يوم مهم اننا نراجع نفسنا. احنا بنحب نفسنا قد ايه؟ احنا بنضحي علشان نفسنا ولا بنضحي بنفسنا علشان الاخرين؟ ازاي نرفع كفاءتنا في الحياة فنبقى جوه البيت لينا قيمة ولينا كرامة، ونحافظ على كرامتنا وما نخليش حد يهنا وما نخليش حد يدوس علينا، ويبقى في تعامل، في رقي وفي احترام. وبره البيت في الشغل ازاي يبقى عندي كفاءة ان الناس تبقى حاسة انها محتاجاني، مش ان الناس تبيع وتشتري فيا وتتشرط عليا. اشتغلي على نفسك. لو بنت ما تقبليش حد يهينك، ولو مخطوبة اتخطبي للي يقدرك، ولو متجوزة حطي قواعد للتعامل الراقي المحترم اللي مبني على الحب والشراكة. وكرامتك في جيبك يا قطة. يعني 90% من المشاكل اللي احنا بنقابلها هي مشاكل العوز، الحوجة. ان واحدة تيجي تقولك اعمل ايه؟ انت لو واقفة على رجلك هتبقي سند لنفسك، سند لجوزك لو راجل كويس ومحترم وشريكي وبيقدرك، سند لولادك ما يتضغطش عليهم ويتحطوش في ازمات، تقدري تقفي في وجه الدنيا كلها. الشغل مهم وبيدينا خبرة وبيدينا حياة وبيدينا كل حاجة. لما ما تعمليش ده كله وتيجي تقولي لي اصل انا متجوزه راجل نرجسي وراجل حمصي وراجل كسكسي وراجل مهلبيه، احنا
الحياة بتبدأ من عندنا وتنتهي عندنا. احنا طرف، احنا مش عجينة بتتشكل واحد يعملها بيتي فور واحد يعملها عيش بلدي. احنا طرف، مهما كانت الظروف صعبة مفيش حاجة مستحيلة. It's never too late. على فكرة مفيش حاجة متأخرة. تقدري تقفي وتحطي قواعد للتعامل معاكي باحترام، تقدري تقفي على رجلك مهما كانت الظروف صعبة. عشان كده يوم المرأة العالمي ده يوم مهم جدا لينا كلنا. اولا ندلع نفسنا، نراجع نفسنا، نفتكر الناس اللي ضحوا علشاننا، وكمان احنا نعمل تضحيات علشاننا علشان نقف على رجلينا. كل سنة وانتم طيبين.